أنا صار لازم روح. عود إذا بتريد، ما رح يجي حدا تاني. أعطيني هالدفتر. بنتي لا تخبصي. وقع إذا بتسمح. شو عم تعملوا؟ هذا زواج مانو قانوني. عمو فكرة إذا بتسمح بدنا توقيعك. بكل سرور يا بنتي، بكل سرور. مدام انجي ارجوكي، مدام انجي على الاقل انت وقفيهم. انا متاكد انه رح نكون مبسوطين. الف مبروك يا ابراهيم. أنا عاهدت حالي من زمان، عرس ابني رح أعمله بالهواء الطلق مو بالصالة. مو أنت اللي بدك تتزوجي، ابنك اللي بده يتزوج. أنا يلي بعرفه إنه أهل البنت هن اللي بيقرروا هالشي. بالأول رح نعمل الخطبة وبعدين منخطط للعرس. بالنتيجة هذا حقكم. سلوى بتستحق هذا الشي وزيادة. يمكن لأني تزوجت بالشتاء كان زواجي بالصالة المغلقة ماله بهجة. كله العرس ما بيهمنا، لا أنا ولا ابنك كنان، بما أنه الطرفين الأساسيين وافقوا. بدنا الشغلة تخلص وبس. بس الست نيلاي معها حق. هلأ بنعمل الخطبة وللصيف يا دوب نلحق تحضير للعرس. ما عم بفهم ليش بدكم تعملوا عرس وتعذبوا حالكم. شو بدكم تجمعوا الهدايا؟ وضع العيلتين مانو بحاجة. اتركوا الشباب يتزوجوا على راحتهم. لا تتدخلي بشي ما بتعرفيه. لما بيجي الدور عليكي رح تبكي من شان العرس. بس أنا ما عم ببكي. يعني بنتي شو بتفرق بين هلأ وبين شهر حزيران؟ مزبوط، هلأ أو بشهر حزيران شو بتفرق بالنسبة لكم؟ حبيبتي سلوى، عنا قرايبين وعنا أصدقاء ومعارف بكل دول العالم، وأنتو كمان هيك. ما في لزوم نحط الناس تحت الأمر الواقع ونحرجهم. يعني أنت ما بدك يعني أتجوز ابنك؟ رجاءً احكي معي بصراحة، لأني تعذبت كتير لبين ما قدرت أقنع عائلتي. إذا في هيك شي ببالك رجاءً قولي. ما في هيك شي أبداً. صرتي كنتنا يعني بنتي، وبما أنك بنتي لازم تحترمي عادات عائلتك وتحترمي عاداتنا وتمشي بالقصة حسب الأصول. سلوى، هذا الموضوع تسكر. امتى بيناسبكن وقت الخطبة؟ شو بدنا نقول خالي؟ بدنا نقول العدالة أساس الملك. شو لكان؟ بدنا نعطيهم اسم إرسوي. حضرة المدعية، خلينا نقول اللي بدنا نقوله لحضرتك على السريع ونروح. مو لإلي، بدكن تعطوا إفادتكن لزميلي. أنا مثلكن مقدمة شكوى بحق إرسوي. بس عفوا، نحن ما اشتكينا على حدا. جوهر، مو إرسوي اللي قوصك؟ ليش بده يقوصني إرسوي؟ مو إرسوي اللي خطفك؟ ما تجننوا عقلي. بس أنا مو زعلان من الخطف، كنت متصاوب. الله يرضى عليه، في عنده معارف دكاترة كتير اجوا لعندي يداوني. لو كنت أخذ اسم شي دكتور يا جوهر راح تقتلني بنسانك وقلة فطنتك. إذا ما بتحكوا الحقيقة وبتقدموا إفادة مثل العالم رح تتعذبوا معي كتير. جوهر، شو عم تقول الأستاذ المدعية؟ ما عم اسمع منيح. خافف ثمع كتير، أنا ختيرت وفاير معي الضغط والسكر. هددتنا خالي. وما بطالعكم من السجن انتو وإرسوي وبخلص، بعدين لا تجوا لعندي تبكوا.
شو بدنا نعمل خال؟ جوهر، إذا طلبوا منك تقسم يمين بالمحكمة بترفع رجلك اليسار وبترمي وبتخلص. والله منيح. أنا ما بكذب يا ابني. أمي ما حدا عم بيقول لك اكذبي. مين يلي قال لك؟ أنت شفتي إرصوي وهو عم بيقوص على حدا؟ طيب ابني، أنت شفته لهداك الزلمة لما راح وقتل ابن ميماتي شي؟ لا ما شفته. بس بتعرف إنه هو اللي قتله، ما هيك؟ إذا سألوني بالادعاء أو بالمحكمة طبعا رح أقول لهم إني ما شفته يا أمي، لأني ما شفته. طيب ابني، أنت ليش هذا اللي بدك إياه يصير؟ لأنه السجن هو خلاص لإله يا بابا، وهو ما رح يطول كتير. سمعت بالأخبار هداك اليوم، الزلمة ما عاد مثل الأول يا ابني، كل واحد بياخد عقوبته شو ما صار. إن شاء الله بيبقى بين 4 حيطان لآخر عمره مثل ما بيستاهل هالمجرم السفاح. أمي صدقيني ما رح يطول. نحن خلينا نفوته على السجن، وإذا ما بقي بصير اللي بدك إياه بعدين. يا زلمة، انت ليش ما عم تحكي شي وقاعد ساكت؟ جاي ابنك وعم يقول انه لازم نكذب بالشهادة. ما عم بيقول هيك شي، عم بيقول لا تعطوا إفادة. أنا هذا اللي عم أقوله بالضبط، بدي هيك من شان سلامتكم. أنا عشت لهذا العمر لك ابني، عشت عمري بشرفي، وإذا بدي موت شي يوم بدي موت بشرفي، وشو ما صار ما بقول غير الصح. مو على أساس ما بيصير نترك بعضنا ونروح يا مرة؟ ليش تركتيني هون ورحتي بسبب رجال تاني؟ تحب الله، مو بسبب هالزلم التاني. أنا ما لقيت ابني وولادي بالشارع وجبتهم لعندي. يلي عم يتحرك جواتهم هلأ هو الغضب، بس ليلى ما عم تعمل هيك. بنتي ذكية وبتعرف كيف ترمي هذا المجرم بالسجن. بتعرفي إنه بنتك الذكية هي أنا يلي وقفت لها نقلة بآخر لحظة قامت جابت لي هي المصيبة؟ عملت منيح، معناتها هذا النصيب يلي ناطرك. أمي نصيب شو هاد؟ ما كان بقينا شي لحتى نمسكه. يلا بابا أحكي لك شي كلمة مع أمي. شو بقول ابني؟ أمك معها حق، كمان أنت التاني معك حق. بابا أنا جاي عم ترجاكم بشغلة، إذا بتعملوها معي بكون ممنون، وإذا ما بتعملوها بسلامة روحكم، بس رح تحطوني بموقف صعب كتير. أنت اللي أعطيت الأوامر بمداهمة المقبرة؟ أنا وعزرائيل قسمنا الشغل على الأرض بيناتنا، هو بيستلم الميتين وأنا العايشين. أمرت ولا ما أمرت يداهموا؟ لو أنا اللي أمرت كانوا ماتوا الكل. اللي بيقصده السيد أورسوي إنه هو ما أصدر هالأمر، عم يعمل تشبيه مو أكتر. خليه يعمل هون تشبيه، وبالسجن فيك تعمل تسبيح كتير. ما حدا منكن عنده القوة ليقدر يحطني بالسجن أو يقدر يخليني بالسجن. أنا هون لبين ما تخلص الإجراءات، ما بيجي إيدي فاضية. جيب لك شغلي إلك كمان حضرة المدعي. معلم، أنا عم أقول خلينا نقوص أرسوي هون. بيموت إرسوي وأنت بتروح مؤبد، ليش؟ معلم كم مرة فلت من إيدينا هالابن الحرام؟ يفلت، لوين بده يهرب؟ لك آخ. تفضل.
ماما نازك أنا رح أكون برا. ماشي يا روحي. سيد عمر، انت شفت اللي قوص عليك بالمقبرة؟ شفته. كان نفسه إرسوي أولوبيه؟ لا، مو هو. يلي قوصوا هنني اللي تحت أمره. خالي، بالأول باخد إفادة زوجك وبعدين باخد إفادتك. ماشي ابني. وحضرتك شفت إرسوي بموقع الحدث؟ لا، ما شفته. طيب انت بتعرف انه في عداوة بين ابنك وبين إرسوي أولوبيه؟ ابني ما بيحكي لنا عن هيك شغلات، بس نشوفه. في حدا ما بيعرف؟ اجا مشان يقتل جوزي بالعناية المشددة. حضرة المدعي، مرتي متضايقة من هالموضوع، رجاء تعذروها. طيب ماشي. حضرتكم كنتوا بجنازة ابنه للسيد ميماتي، بتعرف شيء مين اللي قتل ابن ميماتي؟ لا. شلون لا سيد عمر؟ كل العالم بيعرف إرسوي هو اللي قتله. يا مرة، شلون بدك ياني اقول شفت عن اللي ما شفته؟ اثبات مين اللي قتله مو شغلتي، شغل العدلية. ونحن عم نساعد ليوصلوا للحقيقة. شكرا كتير ماما نازك لأنك اجيتي. رح يفيد هالشي يا بنتي؟ إن شاء الله رح يفيد. بالمناسبة في حدا موقف التحقيق تبعي. برافو على اللي عمله، مبروك، فوتنا بالحيط. ليلى، ما حدا منهم حكى شي. معلش، آخر أمل عندي ميماتي. إذا تواجهوا سوا ميماتي ما رح يتحمل. وبلكي رحت بيناتهم. إذا بتخاف كل هالقد ليش صرت مدعي؟ يلا أستاذة، يلا خلينا نخلص شغلنا. رح أفتح تحقيق بحقك بالشهادة الزور، يا ريت تحسبي حسابك. تفضل إذا كنت. عفوا حضرة المدعي، السيد شو له شغل هون؟ أنا بدي أعمل مواجهة. بما أنه السيد ميماتي عم يقول إنه ما له عداوة مع المتهم، خليه يقولها بوشه. ما عندي شكوى على حدا ولا عداوة مع حدا. برافو يا قطي. مراد علمدار عرف كيف يدربكن منيح. بدي أسأل سؤال إذا ما في مانع. ما في لزوم للسؤال. معلش خليه يسأل حضرة المدعي، يسأل اللي بده يسأله ولو. يلا يا ابني، اسأل اللي بدك تسألني اياه، بس لا تأخرني، عندي أشغال كتيرة. انت صرت هيك بلا شرف بس كبرت، ولا هيك من الولادة؟ عنده واقف شو عم تساوي؟ تركني رح ورجيك. بسرعة طلعوني برا، تركوني. ميماتي دخل بيناتنا دم. لما كنت تكون رح اخنقك بايدي يا حيوان. اتركوني. هدي حالك. وانتوا يلا لبرا.
عدم المؤاخذة أستاذ. كان واضح انه هيك رح يصير. إذا طلع هذا الزلمة من هون بإخلاء سبيل رح يصير دم وتصير مذابح. انا رح حيله فورا على المحكمة وبتمنى انه القاضي يوقفه. النطق بالحكم. بعد قراءة الأدلة حول التهمة ووصفها ومع أخذ هذه التهم بعين الاعتبار، المتهمون إرسوي أولوبي، أغوستا وشان، محمد كوسا، سليمان قرار، جانر قرطال. وحسب أصول محاكمات الجزاء وتفاصيلها واستنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، تقرر توقيف المتهمين. اجيت منهم. عندي جوا أصدقاء حابب زورهم بهمني أمرهم. حسيتك رح تطول لتطلع، قلت تجي بزور مديري. لو كنت بقيان شوي تانية برا كنت أنا جاي لعندك يا رسوي. لوين بدك تروح؟ عم يلموا كل فريق جنوب الشرق تبعنا. لك وين بدهم يلمونا؟ ليش مدير الادعاء مو من فريق جنوب الشرق؟ عم يلموهم تحت إشرافه. لسه أشرطة مدير الادعاء عندك يا ترى؟ هي عندي. قلي على المحل تبعهم وبخبر الشباب تبعي، وخلي مدير الادعاء يحدد موقفه لنشوف بده ايانا جوا بالسجن ولا برا. أنا بدي منك ما تهتمي غير بشغلك حضرة المدعي. أرصاي دخل السجن وكل شي صار ورانا. حطي مسافة بينك وبين أصدقائك. اهتمي بملفاتك وبس. وأنا هيك عم فكر حضرة المدير. عم بيفكروا فيكي مشان رابطة المدعين والقضاة. حكالي هيك شي الأستاذ المدعي بس ما قبلت. لا اقبلي، ما بيلاقوا حيادية أكتر منك. الكل بيحبوكي والكل صار يعرف إنه إلك مكانة بالدولة. ما أنا ببالي القصة. عم قلك منشان ترجعي وتفكري. سيدي عم يبلغونا المرافقة ورا، في سيارة عم تلاحقنا من فترة. يلا صف عند سيارة الشرطة، وقفوا السيارة. شوفي مراد علمدار، شو ما بتسمحوا لنا نوصل الأستاذة ليلى شي مرة؟ بدي منكم تسمحوا لي وصلكم اثنيناتكم. ليش صاير شي؟ طبعا صاير شي، حطيتوا الزلمة بالسجن. ايه منيح هيك، هو صار جوا وكل واحد بياخد راحته. كل يوم عم نحط 10 مثل إرسوي بالسجن. قلي بهالحالة بنترك الشغل ولا شو؟ في واحد من رجال إرسوي مو مبين. وقت بيكون إرسوي جوا ليش حدا من رجاله بيتحرك؟ لا تستخفوا فيه، ما بيصير تستخفوا بأعدائكم. مراد علمدار، هذا بالنسبة لنا موقوف، ما عليه شيء. ليلى، بالنسبة لك كمان هيك؟
ايه طبعا. ماشي يا شباب، يا ريت ترافقوا مراد على مدار على بيته ونحن بنروح على السكن. بروح لحالي، خلي الشرطة تروح معكم. أنا بعرف روح لحالي، الشرطة بيروحوا معك أحسن. الله معك. انت خد الشرطة وروح مع المدعي. سمعت الأمر؟ رح نروح معك. شي لعبة إذا بدك تشوف إذا في عندك شي. خذ لابنك شي لعبة. قرب وشغل. خذ ودة وما بتندم. قرب وشغل. سكاكين للبيت. تفضل استاذ. أخي لك أنتوا ليش ما عم تفهموا علي؟ حياة المدعين هلأ بخطر. أنت سمعت مدير الادعاء، شو بنقدر نعمل؟ شو يعني شو بنقدر نعمل؟ ليش كل شي بيقولوه عم تعملوه؟ رجاء لا تصعب علينا. وشو بتعمل إذا صعبت عليك؟ شباب خذوا السيد على المخفر. تفضل. ماشي ماشي جاي. ايدك هيك. ليش حضرتك ما بتقوس بالأول على رجليه؟ ليش دغري بتقتل؟ ليلى اطلعي من راسي. من غير شي أعصابي متوترة. شو يعني انت كل ما توترت أعصابك بتقتل واحد؟ إذا كنت معصب لا تحمل السلاح بإيدك. شو رأيك فرجيكي شهادة السواقة؟ بتضحك كتير. انت منيحة؟ لا، الزلمة أخذ مدير الادعاء. لك بس لو بتسمعوا كلامي مرة واحدة، مو كتير، مرة واحدة بس.
مين انت؟ مين معلمك؟ حضرة المدعي، أكيد سمعان باسمي. بعرفك على حالي، حميد. أنا بكون جلاد إرسوي أولوبي. إذا أنت جلاد بدك تنقتل، وبما أنك ما انقتلت فرح بحرق نفسك أنت ومعلمك إرسوي. لو قال إرسوي أولوبي قلت له للمدير كنت قتلته، بس قال أولوبي انتبه. ذاكرة مدير الادعاء تعبانة شوي، نسي الأيام الماضية. روح جيبه وذكره فيها. هدول في كل الأعمال اللي حضرتك أمرت فيها. هديك المرحلة اللي اشتغلتوا فيها أنت وأولوبي ومدير الأمن. ليش بعت لي إرسوي هدول لإلي؟ يبعتهم على الوزارة وهن بيتحركوا بناء عليهم. المعلم ما بده انه تخرب صداقتكم. عم بيقول إدارة الادعاء مقامة من مقامنا، ما بيصير. هذا المكان ما له إلي ولا له مكان إرسوي ولا أبوه. مدير الادعاء عم بتحرضني لغير طريقة حكي. يا أما بتتبهدل قدام تركيا كلها، يا أما ما عاد تتدخل بشغلنا أبدا. لازم نخيط لك الجرح. ما بدي تخيطوا لي اياه. بتخافي من الإبرة حضرة المدعية؟ لا طبعا ما بخاف، بس ما في داعي، الجرح بيسكر لحاله. حضرة المدعية، يا ريت تسمحي لنا نحن نقرر هذا الشيء. لا دكتورة، حضرة المدعية ما بتسمح بهيك شيء أبدا، هي اللي بتقرر كل شيء. بتخاف من الإبرة وبتروح ركض على اللي معه الساطور. ما في لزوم انك تخدريني. مراد خدرني اساسا. خيطي دغري. خير سيد تركي، شبك ليش عابس هيك؟ ما قدرت اطلع من الحالة من وقت ما وقعت ببرميل الزبالة. وغير هيك انا عتبان عليك. بتخطبوا بنتنا لابني اللي رماني بالزبالة. ما تعتب علي، اعتب على ميماتي. حكيت معه كتير، قلت له هذا خصمنا. شو نسيت قصة تركي؟ شكرا كتير، بعرف انك بتفكر فيني دائما، ولولاك ما بعرف شو كنت عملت. غير انه رح ياخذ البنت، رح يدخل على المجلس كمان. شو المجلس؟ أعطيني الإبرة يلي هنيك. معقولة ما بتعرفي شو المجلس؟ شلون انت مدعية؟ بتتنصتي على غرفنا وبتتنصتي على تليفوناتنا وما بتعرفي شو المجلس. باخذ السيد تركي على التحقيق وبعرف، لا تشغل بالك. وعتبان عليك يا حضرة المدعية، الميكروب اللي كبير اللي رماني بالزبالة بتطلعوه ونحن بتحطونا بالسجن. جوات الجزدان ممكن تناولني اياه؟ شو عملتوا حضرة الضابط؟ شو يعني لهلأ ما لقيناه؟ نحن عم نحكي عن مدير الادعاء، دوروا عليه بكل محل. كم نسخة في من هدول؟ راح جاوبك على سؤالك وقول لك في نسخة واحدة. أصلا من بعد اللي شفناه في شيء انكسر وما عاد فينا نحكي معك باحترام. ما عم نطلب شيء كتير، عم نقول لك لا تتدخل بشغلنا. عن أي شغل بتقصد؟ احكي بصراحة. انت رح تسحب المدعين من طريقنا، وبدك تقطع طريق على أعداء إرسوي أولوبي، لأنه إرسوي أولوبي عم يأسس نظامه الخاص باسطنبول. أعداء أولوبي رح يكونوا أعداء الدولة، وأصدقاء أولوبي رح يكونوا أصدقاء الدولة. مين هدول أعداء وأصدقاء إرسوي؟ أعطينا القائمة لنشوف. أنا رح أمحي أعداءه واحد واحد. هي الطريقة رح تقدر تعرفهم، ولما بتقرب من حدا من أصدقائه بيوصلك خبر، ببعت لك خبر، ومنحمل ملفاتهم لناس تانيين. هاي الشغلة ما ممكن تصير عنا بالعدلية. لما بتوصل الشغلة لعنا بتكون خالصة. بتحلوا شغلتكم من عند الشرطة أو من المخابرات أو من جماعة الجبل. ماشي، أنا بحل كل شيء،
ما منعذبك أكتر من هيك، بس إذا تضايقنا من شيء نستنى منك تساعدنا وتتذكرنا كرمال الأيام القديمة. إيه؟ لا تفهمني غلط حضرة المدير، بس ضرورة الإجراءات. شايف كيف؟ عم ناكل من نفس أكل الناس اللي رميناهم بالسجن. من قبل يا قرصوي كنت تاكل من اكل الارهابيين بالجبال، شو بتفرق هلا؟ اكلت اكل الارهابيين سنين طويله وزود لي وزني. الوزن منيح بس السجن بيحسن لك صحتك. معلمي على اساس رح تاخذ المدينه الكبيره. انا ما قلت لك انه ما رح يرضوا يسلموك؟ قلت لي لا. في بين ايدي تسجيلات تليفونات الكل، وعندي وثائقهم، وعندي ملفاتهم. يعني إذا ما سلموني إلي مين رح يقدروا يسلموا؟ ما كنت أعرف إنه ماسكين ملفي كل هالقد، وهون أنا وقعت بالفخ. إيه، القرون بتطلع من الراس. علمت الجماعة كل شيء، ودربتهم على كل شيء، وهن بالآخر طبقوا عليك اللي تعلموا منك. إذا بدنا ناخذها هيك، أنت فتحت قدام جماعة دمز بجلر وأنا فتحت قدامهم، هلا عم نقدر نضبطهم شيء؟ مع هيك بخليهم يسمعوا كلمتي. على القليلة عم يفهموا على لغة الساطور. كل الرجال اللي دربتهم مسكوهم وعملوهم شهود سريين، شو بدي أعمل؟ كل واحد سبق وحطيته بمنظمة، حطوا لي ملفه قدامي بالمحكمة. اللعبة نفس اللعبة مديري، مثل ما سبق ونحن صفيناهم هني هلا عم يصفونا. أنا ما بوثق إلا بالمحاكم. أوهو، أنت هيئتك لسه بتنام كتير. أقرب صديق إلنا مدير الادعاء اللي بتعرفه وقف الجبهة اللي ضبطنا، ولما بتبلش التصفية ما بتترك حدا لحدا. الكل بيعملوا حالهم واقفين معك ومساندينك، بس بيقولوا يا ترى ممكن يحمينا؟ ليش ما بنعمل جهدنا ونزيحه ونقعد محله؟ هيك ببيعك أقرب صديق إلك. يعني عم تقول ما في خير من مدير الادعاء؟ ما بيطلع صوته لفترة، ما بيتدخل بشغلنا، بس ما بيطالعنا من هون. لو كنا بالمرحلة القديمة كنا عرضنا وقتها على الزلمة عضوية المحكمة العليا، وكنا منحل ملفاتنا من هنيك. هلأ هي كمان انتهت. طيب شو الحل اللي عندك؟ صاحبة كل شيء وصديقة كل واحد كبير. المصاري يا مدير، المصاري. لو في عندي مصاري كفاية يا مدير بتفاهم مع المرحلة الجديدة وبنظف أعدائي وبخفيهم على الأخير. نعم سيادة المدير. عبد الحي، بما انه صديقك بتعرف لوين بيكون راح. هلا معقولة نحن اللي بدنا ننقذه لمدير الادعاء؟
الدولة عندها شرطة وعندها جهاز مخابرات، هن بيلاقوه بينقذوه. نعم أستاذ. خلص ماشي، أنا كمان جاية على العدلية. رجع مدير الادعاء. خليني أنا وديكي. لا أنا بروح لحالي. خليني أقول لمدير الادعاء الحمد لله على السلامة. مراد معلش هلأ مو وقتها. لا تضلي بمخ السمينة، امشي. شو صار هلا؟ ما قدروا يخلصوا عن مدير الادعاء؟ كنت صارعنا برفيقك، حميد بيعمل هيك وحميد بيساوي هيك. معناتها أكيد عنده حسابات تانية. ليكون بده يطالع إرصاي من السجن. بس مو بإيد مدير الادعاء. عتبان عليك كتير سيد ميماتي. عشو عم تتشكرني أخي تركي؟ ليش شو عملنا؟ عم قول إني عتبان عليك، غلطان بحقي أنت. ليش؟ كيف رضيت تخطب بنتنا لابنه للميكروب الكبير يشار؟ هذا الرجال رماني بالزبالة، أنا شو نسيت؟ أنا بقول لك شي روح اقتل إرصاي عني؟ ما بقول لك. ليش؟ لأنه كل واحد بيشتغل شغله. يلا خليني اشوف همتك. روح انتقم لحالك. يشار ليكو هنيك وابنه كمان هنيك، روح قوس براس 2. انت عم تحكي عن جد اخي ميماتي؟ انت امتى شفتني مزحت معك بموضوع مثل هاد؟ معناتها رح استعير منكم السيد حسني لفترة صغيرة. اذا بدك خود عبد الحي كمان. بتشكرك كتير اخي. حسني لا تترك تركي، خليك معه. حاضر مثل ما بدك معلم. يلا فرجوني حالكم. شو رأيك اخي عبد الحي؟ موافق تكون معنا؟ شوف شغلك لحالك سيد تركي. اها هلا استحقيت لقب معلم. عنا كتير من الزباين المحترمين، يمكن تلاقي حدا يوعدك بربح أكبر وأسرع، بس ما حدا بين كل الشركات بيعطيكم ضمانة حقيقية مثلنا. يعني شوف، بسبب وضعك الحالي المعروف بمصر، السرية بالنسبة إلك مهمة كتير. بعرف وضعك كتير منيح. أنا واثق تماما سيدي، إذا اشتغلت معنا وجربت خدماتنا رح تشتغل طول العمر مع شركتنا. سيدي بقدر قلك وبكل قلب قوي، شركتنا أهم من كل المصارف السويسرية. سويسرا جمدت حسابات كل المسؤولين المصريين مثل ما انت بتعرف، بس نحن ما بيصير عنا هيك شي على الإطلاق. طيب ماشي، أنا رح أعطيك خبر. أيمتى بتعطينا خبر أستاذي؟ حتى نحضر حالنا على هالأساس. قلت لك أنا رح خبرك خلص. إذا بتجمعني مع شركائك بقدر أقنعهم من أول لقاء. هيك شي مو ممكن أبدا. ماشي سيدي. لا تحولوا لي تليفونات. سيد سلام، هدول الوراق لازم توقعهم. امتى زبوننا الجديد رح يدخل مصاري لعنا سيد سلام؟ هدول ما بيطلع منهم شي. في بالسوق سندات قوية، كنا بنعمل ربح منيح. ايه بعرف، قلت لهم هالحكي، بس معناتها ياخدين تعليمات يستثمروا المصاري تبعهم بمحل تاني. طيب ليش قابلته لكان؟ انا صريت عليه كتير، وهيك هنن ما خجلوني بطلبي. يسلم.